ما انا عايزه اسال سؤال، السؤال ده كل واحده فيكم هترد عليه. هل الست اللي بتحب تبقى 24 ساعه رجليها على رجل جوزها زي بوسي كده، هل ده عدم ثقه ولا مراقبه ولا خنقه؟ حب عشان حب بعد 10 حب برضو حب الجماعه اللي بنعلق عليها الكلام. حب قولي يا كل واحد هيرد، اتفضلوا بقى ردوا. يا جماعه لازم يبقى فيه برايفسي، زي ما انت بتحبي تروحي عند الكوافير مش هتسحبيه في ايديكي. ما هو بيروح عند الحلاق يا ياسمين. ثانيه لا هو الحلاق ابو نص ساعه زي الكوافير ابو 3 ساعات يا بوسي. لا انا عايزه اقول حاجه، انزل يا حبيبي وعيش حياتك وكل حاجه بعد ما تكون مهنن مراتك وسايب مصروف البيت وهي مرتاحه وكله تمام، ممكن تنزل ساعه ساعتين حتى من باب التغيير الوجوه. وبعدين عايزه اقول لكم بقى على حاجه حلوه جدا وانا بحبها جدا، انتوا عارفين في النازله والطلعه دي موضوعات بتتفتح في البيت وحصل ايه وتعالى قول لي يا حبيبي شويه قهوه بقى مش عارفه مرات مين عملت ايه بقى مرات بجد ولا ده احنا عايزين نعمل ونخلي، لكن القعده دي اللي احنا الاثنين قاعدين لازقين في بعضينا هنتخانق وهنزهق من بعض. بس اقول لك على حاجه يا قولي. دينا، والله العظيم ما فيش احلى من ان الست تقوم كده وتتمخطر وتعمل لجوزها كوبايه الشاي وعندك واحد قهوه للاستاذه شيرين وتكون عامله وتكون زرعه النعناع. على فكره انا بيبقى انا عندي الاكسبريسو وعندي المكنه الماشين اللي مش عارفه بتعمل القهوه، بس ان انت تقفي تعملي على فكره دي انوثه ولا ايه؟ طبعا. قهوه دي ولا مش قهوه يا متعلمين يا انا عايزه انا حاساها شاي مش عارفه. هديكي كام من 10 ولا رحنا كافيهات احنا على الهوا. تسلم ايدك بجد. ايدك يا ريري. طب والله حلو. انا لو جوزك هقعد في البيت يعني بشرب قهوه الصراحه. انا ما بعملهاش في البيت الا بعد ما ينزل. يا ريهام انت بتطفشيه بقى على فكره. لا بصي انا عندي الولاد وعايزه اعمل ماسكاتي وعايزه اطمن على اهلي وعندي تليفوناتي ومذاكراتي وبيتي لما يبقى قاعد طول الوقت شاي قهوه يا ريم تعالي مش عارفه هاتي ايه هو في ايه ما عادش وراك الا ريم. لا هو كده خلينا لطاف خفاف، هو ينزل يروح يقعد على القهوه لحد ما انا اخلص اللي ورايا. وبعد كده من حاجه ما بيقولهاش ريهام، بيقول لها يا ريم بيدلعها. مش قومي يا ريهام اعملي لي يا ريم يا ريري قومي اعملي لي. ما عشان سايباه براحته. لا حاضر يا حبيبي، يعني هو فنجان الشاي ده ولا فنجان القهوه ده اللي خلاص هيحطم حياتك مش هتبقي قادره تكملي؟ مش ما تعملي بس يا فنجان حبيبتي. اعملوا فنجان الشاي واسمعوا كلام اسمعوا عارفين كلام. السر ممكن يكون في ايه؟ القهوه اللي بتتعمل عند القهوه دي بيبقى فيها مطحون معاها شويه سوداني واللي هو البتاع نشاره الخشب اللي هو الشاي ده بيبقى ليه طعم تاني. ولا ايه يا رجاله اللي ورا الكاميرا؟ ايه بالنسبه بتشربوا الشاي بتاع نشاره الخشب بتاع القهوه ده؟ والكرسي اللي بيقطم الظهر. يعني قاعده صعبه. انتوا برجلتوني بجد، انا ما بقتش عارفه اخليه يقعد في البيت واعمل له زي ياسمين ويا حبيبي لا قعديه شويه ونزلي شويه ولا اسيبه